يا اخوانا، تم ايقاف الملاكمه ايمان خليف مدى الحياه، تم سحب كل بطولاتها بداعي ان هي راجل مش ست. ايمان خليف اللي قبل كده وصلت لنهائي كاس العالم وتم حرمانها من النهائي. ايمان خليف اللي في اولمبياد باريس 2024 كان عليها حرب اعلاميه وحرب نفسيه شرسه قوي، ومن اكبر شخصيات العالم، بل ان العالم كله كان بيحاربها، وفي الاخر جابت ميداليه وكسبت. اول حاجه، ايمان خليف ديت لو راجل مش ست، مين الراجل اللي يقبل انه يلعب باسم ست؟ اهالي منطقتها واهالي حيها واهلها، كمان بلدها الجزائر. الجزائر كبلد هتقبل بالكلام ده؟ واحد يقول لي عشان تجيب ميداليه ذهبيه، وهي الجزائر ناقصه ميداليات ذهبيه؟ الجزائر في اولمبياد باريس 2024 وفي البارالمبياد افضل بعثه عربيه، من افضل البعثات العربيه، هي افضل بعثه عربيه الجزائر. فالجزائر مش ناقصه. الجزائر اساسا الاثنين من ولادها في لعبه الجمباز في اولمبياد طوكيو 2020 واولمبياد باريس 2024 كانوا ضامنين الذهبيه وانسحبوا اساسا عشان هيلعبوا لاعب من الاحتلال. فالجزائر مش هتجري، مش دوله افريقيه معدومه مستنظره ميداليه، لا بالعكس، الجزائر عندها ميداليات كتير ودايما بتعمل افضل اداء في الاولمبياد وعندها مواهب كتير قوي، مش مستنظره حد يجيب لها بطوله او حد يرفع علمها او الكلام ده. بس الحقيقه الوحيده في الموضوع ده، الحقيقه الوحيده، كل صراحه محدش يزعل، ان ايمان انثى بس بمليون راجل. دي الحقيقه الوحيده. الغرب ما عندوش رجاله. الغرب بالنسبه له انه يشوف ست بمليون راجل ده مش مصدق ان دي ست، لانه ما عندوش رجاله، ما يعرفش حاجه عن الرجوله، ما يعرفش ان ست العربيه والمسلمه بمليون راجل منهم. دي الحقيقه. العالم كله بيحاربها ليه؟ ايمان خليف دي لو كانت من الدول الاسكندنافيه، ولا كانت من المانيا، ولا من كندا، ولا من امريكا، كانت هتحصل عليها ضد الحمله دي كلها؟ كان هيحصل عليها الكلام ده كله؟ ولا عشان عربيه؟ حرام، اقسم بالله العظيم ده عالم، اقسم بالله العظيم عالم منافق وعالم كذاب وعالم. مش عايز اتكلم اكتر من كده. كل الدعم لايمان خليفه، كل التوفيق ليكي، انت بطله، احنا بنتشرف بيكي، احنا بنفتخر بيكي. انا مش ابن بلادك، لكن انا بعتبر نفسي جزائري زيك، انا مصري وبدعمك، ويا رب تشوف الفيديو ده. وكل التوفيق ليك ولاهلك ولبلدك ولكل اهل منطقتك ولكل واحد بيحب